5 افريقيين بدون وليد صادي معهم. يعني احنا كنا طامعين هذه المره راح يكون وليد صادي على الاقل ثاني احسنهم، كنا نستناو في هذه. فوجي لقجع أولهم رئيس العصابه هو اللي يحكم في افريقيا. باش تشوف انه سؤالي بعد مدار عامين بالك ميم با تقريبا عامين 3 سنين الموت سي بي في الشان لهنا سقسيته، والحمد لله مازال كاين في اليوتيوب. انا قلت له فوزي يرجع هو يتحكم في دواليب الكاف، وكان هو يصر على سؤال باللغه العربيه فعلا. لما سالته باللغه العربيه تلفت له الهضره انه تعجب من هذا السؤال وقال لك ما كاش منها مجرد خزعبلات. اليوم تؤكد 1000 مره فوزي القجاع كاين من الكوت ديفوار، من غانا، من الغابون، كونغو ديمقراطيه، وكاين ايضا فيصل السادات من الموزمبيق وزير الشباب والرياضه اللي راهو يقوم بعمل جبار نحيوه بهذه المناسبه. ما كاش اسمه لانه اللوبي الصهيوني. احنا كل ما يتعلق باللوبي بزاف ناس في تيك توك يديروا لي لايف ولي جاست ويقصروا كيسمعوا هذه الحكايه يقول لك هكا تحكي باش تحكي. والله العظيم غير احنا قضيتنا مع قضيه فلسطينيه هي من اسباب سقوطنا دائما في القضايا في الدبلوماسيه الرياضيه. اليوم اختلاط السياسه مع الرياضه. فوزي لقجع نائب اول، موت سي بي احنا نوروا له هاي واش كاين، يجي هنا يدير لانيفرسير في وهران والانيفرسير في قسنطينه على مدار ساعتين، يروح في طياره ويولي في طياره ويقولنا الجزائر شابه وهايله ومن بعد يضربنا في الصميم. هذا هو لازم نتاكدوا. ولكن شوف احنا بانه يد واحده ما تصفق في الجزائر. الخصال الجزائريه كما قال خويا سعيد احنا مخدومين هكذا. كي يكون عدوك لما يجي للجزائر القلوب تنفتح وكأنهم لا مدى حتى حاجة اللي تضر الجزائر أو الرياضة الجزائرية كما قلت خويا سعيد. هذه خصلة فينا. هل الرد جميل أم لا؟ يعني كما يعاملونك تعاملهم. لا شوف انا ما نامنش بهذا الامور هذو. انا نامن بالعمل الداخلي فعلا. يا اخي نظم نفسك. احنا نحينا ناس من لاكاف يفوتر ديريكت، نحينا ناس من لاكاف نحوهم جزائريين فعلا. يعني العبره فينا. نحن نخافوا نقولوا العدو واحنا عندنا مشاكلنا داخل. فعلا صح. انا شوف نظم كره القدم الجزائريه، قوي كره القدم الجزائريه، اخلق عادات حميده رياضيه في البطوله الوطنيه نتاعك، ومن بعد لما يكون عندك التمثيل ما يوقفك حتى واحد. احنا اليوم التمثيل نتاعنا نقولوه بكل صراحه، راك تشوفوا نيفو دي جون دي زيليميناسيون ولا واحد يتكلم. رانا في الخطا. لي موان دو 20 يخرجوا ولا واحد يتكلم، لي موان 15 يخرجوا ولا واحد يتكلم. جا مدير ان ديريكتور تكنيك ناسيونال البروفيل تاعو عليه علامه استفهام ولا واحد يتكلم. نخسروا مع زمان كنا يلفروا لنا جيت اون ايكيب ناسيونال جونيور ونفروا لنا كاليفيكاسيون احنا تونس في تونس. اليوم عندك 3 مناصب على 5 دول، الجزائر والمغرب وليبيا ومصر وموريتانيا. ما نقدروش نتكاليفياو سور 3 زيكيب تكاليفياو، ما نقدروش نتكاليفياو. يعني رانا في قاع البئر. لازم نرفدوا راسنا ومن بعد نشوفوا مشاكلنا مع الغير. احنا كل تمنياتنا خويا حسين او خويا الشيخ سعيد، تمنياتنا يعني من هذا المنبر على الدولة الجزائرية يعني الوقوف، خاصة عدة دورات مقبلة خاصة في المغرب. أظن أن الكواليس راح تكون يعني واجدة كما كانت عليه في السابق. المهم قاسم اليوم أفهم وأتمعن جيدا أن هناك حرب من طرف الكاف والمخزن ضد ما كله هو جزائري. في المثل يقول عند الناس لا تصدق صاحب الحق ولكن تصدق من يجيد التمثيل اللي يعرف يمثل، هو اللي راه يمشي في افريقيا. اخويا واحد واش تشوف انت هنا باش نغلق الملف هذا تاع الكاف؟ لاننا قد ما تكلمنا ما لحقناش المبتغى تاعنا. احنا جزائريين حرين وما كاش اللي يمشينا واحنا مسلمين في بعضنا ولا يوجد يهود عندنا. شوف صراحه انت واش راك تتكلم انا معاك نشاطرك، بصح نهضروا كما يقول لك بكل موضوعيه. شوف لاكاف هذه كاين ناس في الكولاسه يخدموا من جهه كما يقول لك القجاع وهذو كاع الناس اللي هم في الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، ناس تخدم تتعب. لازم احنا على الدوله الجزائريه باش كما يقول لك عندنا رجال في الدوله، ما نقولوش ما كاش، بصح نهضر لك انا في المنظومه تاع كره القدم لازم يكونوا ناس سي دي جون كومبيتون، سي دي جون يعرفوا الكولاسه، سي دي جون اللي يكونوا كما يقول لك اجور. فاهم؟ ماشي دوك نروح انا لهيكا وفد جزائري صراحه. انا دوك نهضر لك صراحه نروح تما الوفد نروح بالكورطاب غير باش نبريزونتي وكذا ونقول وي نو. احنا الجزائر بكري كانوا رجال ويعرفوا كره القدم وكانوا مسيرين وكانوا شوف نوري لك برك الكلمه اللي قالها الراحل الهواري بومدين، قال باللي الناس فهموا غلط باللي البروبليم في الجزائر قضيه رجال. وكاين بعض الناس فهموا باللي ما كاش رجال. نو كاين رجال بصح لازم كما يقول لك في كل منصب يكون
الرجل المناسب في المكان المناسب. مناسب. الرياضه للرياضيين، السياسه فعلا. للسياسيين. علاش حنايا فيكتور مي ريسبي ما نهضروش على السياسه؟ باسكو ماشي الدومين تاعنا. ماشي الدومين تاعي. فعلا. بصح كاين ناس في كره القدم مالوروزمون ما دربوا، ما لعبوا، ما كيما قلت لك، قلتها لا دانيير، الى جامي فرابي بال دو تنس، يهضر ويشاطرك وتحس باللي روحك انت حياتك كاع في الميادين واش لعب، تحس روحك باللي بصح نقول لهم باللي من هذا المنبر باللي حنا نهضروا ونقعدوا نهضروا، هذه كيما يقول لك حنا نسالوا في الكره الجزائريه. وان شاء الله كاين ناس راهم جايين باذن الله باش ينظفوا الكره الجزائريه ان شاء الله. باش كيما يقول لك لا بروشين فوا ان شاء الله نكونوا في الصومي تاع وأنا واش صاري في الجزائر، في الجزائر وفي ولا خارج افريقيا. الجزائر. احنا هذا والجزائر معروفه ظالمه ومظلومه مع فلسطين، وكيما يقول لك حنا الجزائري ما يتشرى ما يتباع. فعلا هذه وهذا هي الشيء الكلمة اللي راه الأولى خلى والأخيرة. هذا الشيء اللي راه خلى الفريق احنا علاش دي فوا كي تنوض هكذا مناوشات في الملاعب، يعني تشوف الناس اللي تخزر في البلد تاعنا هذا كاننا اعداؤهم، ونحن لنا الفضل في اي حاجه كانت، سواء في افريقيا حتى في اوروبا. اليوم علاش انا ما نحبش هذا العنف في الملاعب؟ نترافدوا بعضنا ونحطوا بعض. لما طلع وزير صادي حسين، اسمعني خويا جمال، كنت قلت يد واحده ما تصفق، وحده ما يكفيش، لازم له رجال، لونتوراج تاعو لازم يكون عنده الشفافيه والمصداقيه والرجوليه، وحده ما يقدر يدير حد شيء. جمال، الا تظن انه حان الوقت، او واش قلت انا راهو كاين ولا لا؟ شوف نصر، بغض النظر على هاد يد واحده تصفق ما تصفقش، يقدر ما يقدرش. انا من قبل ما نلحق تما، من قبل سعيد كناوي قال لك كان الناس يعرضوهم منا من الداخل باش ما يكونوش. دوك احنا الكواليس ما على بالناش واش كاين فيهم. دوك احنا رانا نشوفوا بزاف من المسيرين راهم يسيروا المدرجات، العنف اللي هو في المدرجات ماشي من عند الشعب. كاين ناس ايادي خفيه تسير في العنف، تحريض ديالي تسير في العنف باش يتخباو العيوب تاع بعض المسيرين. نعطيكم واحد المثال، صغير بزاف. وفاق صيف نهار داو كاس افريقيا، كانوا في ناسيونال 2 فعلا، كانوا في ناسيونال 2 داو كوب دافريك، لعبوا لا كوبا فرازياتيك داوها فعلا. دركا كي عاد الاموال كاينه طائله في البلاد، ما كاش بطوله غنيه كما البطوله الجزائريه، ما كاش بطوله عندها ملاعب، عدد الملاعب عندها 7 ولا 8 من اعلى طراز، وعدد الملاعب كان حوالي واحد 30 ملعب. لو كان يعاودوا ينظموهم ويسقموهم يعودوا عندنا 30 حتى 40 ملعب قادرين ننظموا كره كاس العالم. بالله عليك قول لي، بلاد اللي عندها هذه الاموال كامل وتصرف هذه الاموال كامل، ما يسحقش يكون عندي يد في لا فيديراسيون. حنا لداخل فعلا ننظمها كيما يلزم الحال، ونخدم الناس اللي لازم تخدم، ونجيب الكفاءه اللي لازم تخدم. وتشوفوا من بعد في 79 واش كانوا عندنا امكانيه حنا كي داو كوب دافريك وراحوا لعبوا كوب دي موند، قبل ما تلعب ليكيب سينيور كوب دي موند، وما يلعبوا جوز اولمبيك وما يلعبوا لي جو تاع سبليت دي جونيور، راحوا يلعبوا كوب دي موند 78 راحوا يلعبوا كوب دي موند فعلا. صحيح يا شيخ، مع احتراماتي ليك، انتم راكم لي زونسي علينا شيخ، وقتكم ووقتنا. دوك اليوم كي راك تحكي كما قال خويا العزيز وحيد، قال لك دوك بالك يكونوا نحكيو في الكواليس يقولوا هذا واش بيه، كيسمعوك لي جان تاع دوك. مشكل ما كاش، كاين لي ريزو سوسيو، ما كاش كيما دوكا من هبه ودبه اصبح يحلل. ما كاش اليوم كلامك كبير يا شيخ، ما كاش اليوم اللي راهو حنا الناس تلعب يخرجوا لي سكري قبل ما يتلعب الماتش. تشوف مثلا نعطوا على سبيل المثال النجاح، اسمح لي واحد باش انت انا ما تروحليش الفكره. نقول لك علاش تفضل تهضر هذو لي ريزو سوسيو، باسكو واش قال لك شيخ، كاين منظومه دوك كل واحد جيبو دير له قيمته، تعطي له خدمته. دوك في كل فريق لازم كل واحد تعطي له خدمته، هذا يتابها بالتكنيك، هذا يتابها فوالا، باش غدوه ما يكونش عندك مشكل هذا تاع لي ريزو سوسيو يسبوا يا وحيد يتابع هذه الخدمه يا وحيد. او المشكل وراه يا شيخنا راكم تواكبوا كما يقولوا، حتواكبوا العصر اللي فات ودوكا حنا رانا دي جينيراسيون ندعو عليكم. انا ما جامي انا نيجان وصافي بليزيرني معكم وسمحوا لي يقدركم عالي، انا جامي سمعت مصطلحات جديده في عالم كره القدم، مفلس تكتيكي، هذه ما كاشها غير في الجزائر تسمعها. مدرب جبان، مدرب خواف، وصلنا نهضروا على ناس نيفو عندهم دي تشامبيونز ليغ، عندهم في التراويح. يحكي لك اليوم شيخ سعيد 20 سنه في الميدان مع خونا ماشي